واحد الوصفه زوينه خاصه بالزياده في الوزن، خصوصا فتح الشهيه. شتي هاد الوصفه هذه ان شاء الله لا داومتي عليها راكي غتاكلي ما تعقلي. ولا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من واحد لايك وابوني. هاد الوصفه هذه صالحه لكاع الناس ما عدا المراه الحامل. المراه المرضع ممكن تستعملها بجوج ديال المكونات، غير هي الفعاليه ديالهم ان شاء الله كبيره ومفيده. وهاد جوج المكونات هادو كيساعدوك في الزياده في الوزن، في التسمين، وكيساعدوا حتى في زياده المناطق الانثويه، وكيساعدوك في فتح الشهيه، وكذلك كيساعدوك حتى المشكل تاع الامعاء او اللي عنده المشكل تاع القولون العصبي او لا بونزوي راه كيخفف منه، وكذلك المشكل نتاع الغازات. عندي هنايا قرعه ديال الماء اللي كتشربوه عادي، ممكن ديروا قرعه نتاع لتر ونص او لا 2 لتر. هما هادو جوج المكونات اللي غادي نديروهم. الحلبه او الحلبه نقربها لكم باش الاخوات اللي في الدول الاخرى يستافدوا معانا. غادي نستعمل 2 ديال المعالق كبار من الحلبه. وهنايا البنات عندي ثاني مكون اللي هو اليانسون اولا حبه حلاوه. باش نوضح لكم، حبه حلاوه كتكون هكايا. قلت لكم غادي نستعمل هنايا قرعه ديال الماء، نستعملوا منها 2 ديال المعالق كبار. غادي نضيفها هاد القرعه ديال الماء. الحلبه من الاحسن ما تكونش محمره وما تكونش مطحونه، تكون هكا حبيبات. نزيد المعلقه الثانيه، والمعالق يكونوا كبار ماشي صغار. دابا غادي ندير حبه حلاوه او اليانسون، حتى هي غادي ندير منها 2 ديال المعالق كبار. المعلقه الثانيه نسد عليهم. الوصفه ديالنا هي هذه، ولكن ما غاداش تستعمل هكا بطبيعه الحال، خصنا نحركوها شي شويه بحال هكايا. تحرك ونخليوها تبات ليله كامله عاد يمكننا نستعملوها. هانتوما يا الحبيبات القرعه ديال الماء مع هذوك المكونات دوزات ليله كامله. هانتوما كتشوفوا اللون كيف رجع، اللون ديالها تبدل. هاد المكونات هادو بجوج المفعول ديالهم او الفعاليه ديالهم راه تلقات في هذا الماء. يعني هاد الماء هذا هو اللي غادي تشربوه. شحال من وحدين غيقولوا لي واش نصفيوه، راه بامكانكم تصفيوه، بامكانكم تخليوه وتبقاو تشربوه. الا بغيتوا تصفيوه صفيوه، بغيتوا تشربوه بداكشي اللي فيه شربوه، يعني كيبقى لكم اختياري. شحال من وحده غتقول لي فين نديروا هاد اليانسون هذا والحلبه، بغيتوا تاكلوهم كلوهم. المفعول كي قلت لكم راه تطلق في هذا. ان فاش تبغيو تعاودوا توجدوا قرعه بحال هذه غادي تاخذوا نسبه اخرى نتاع الحلبه واليانسون، غتبقاو تشربوا فين ما يجيكم العطش غتشربوا من هذا الماء هذا. بداو من الصباح، يعني قبل من الفطور حاولوا تشربوا شي شويه د الماء في النهار كامل طيله اليوم. فوق ما يجيك العطش غادي تشربيه، ولا ليله غادي توجدي للنهار اللي جاي. راه خصكم المداومه البنات، مهم كيف قلت لكم البنات يوميا على هذه حتى توصلي ان شاء الله للنتيجه اللي